اهلا بحضراتكم جميعا. انا محمد عشري، سي او ايساند بروبرتيز. احنا موجودين النهارده في العاصمه الاداريه، وتحديدا في مشروع من اهم المشروعات الموجوده في الحي الحكومي المالي، احدى مشروعات شركه باراجون ديفلوبمنتس، عشان ننقل لكم اخر التطورات الموجوده في المشروعات بتاعتهم، وكمان عشان نكلم حضراتكم عن الفاسيلتيز اللي بيقدموها، وليه حضرتك تشتري في مشروع من مشروعات شركه باراجون وما تشتريش في مشروع تاني. هيكلمنا عنهم يوسف. اهلا بيك يا يوسف. اهلا وسهلا بيك يا عشري. احنا عايزينك تكلمنا اول حاجه خالص، مين شركه باراجون؟ ايه الهيستوري بتاعتهم؟ عملوا ايه قبل كده؟ خبرتهم في السوق عامله ايه؟ باراجون هي شركه تطوير عقاري. تمام. شركه مساهمه مصريه، وكل المساهمين فيها عندهم خبرات كبيره جدا بتفوق ال 30 سنه في مجالات متعدده زي البناء والمقاولات، التطوير العقاري، الاستشارات الماليه والاستشارات العقاريه. حلو جدا. طيب يوسف، عايزك تقول لي انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ يعني شايف ان انتوا يعني مختلفين شويه، او من الشركات المختلفه عن الماركت، فقول لي انتوا بتعملوا ايه الايام دي؟ احنا بنبني مباني اداريه ذكيه مستدامه بتخلق مجتمعات عمل داخل المبنى عشان توفر بيئه عمل مريحه للموظفين اللي موجودين جوه المبنى. طيب يعني انتوا ازاي بتعملوا بيئه عمل مريحه للموظفين؟ دي بتعملوها ازاي؟ احنا بنبني المشاريع بتاعتنا على 4 ركائز اساسيه، وهي التصميم والمجتمع والتكنولوجيا والاستدامه. طيب يوسف، عايزك توضح لي اكتر الاربع ركائز اللي انت قلت لي عليهم. يعني احنا قلنا اول حاجه التصميم، طيب وضح لي اكتر انتوا بتعملوا ايه في التصميم؟ احنا بنعمل هيومن سنتريك ديزاين. الديزاين كله بيدور حوالين راحه الموظف اللي هيبقى موجود جوه المبنى. يعني هيدخل ازاي، هيركن فين، في كام اسانسير بيخدمه، الكوريدور اللي هو ماشي فيه هيبقى شكله عامل ازاي، في اضاءه طبيعيه ولا لا، المكتب اللي هيشتغل منه عامل ازاي، واجهته كام في كام، الشمس هتدخل له للمكتب قد ايه، المستخدم ده لو حب النهارده يتغدى يروح فين، لو هو رياضي وما بيعرفش يروح الجيم طب ما نجيب له الجيم جوه المبنى، وهكذا. وبنبني المشروع من جوه اللي بره على راحه الموظف اللي هيبقى موجود جوه. انتوا من الاخر كده انتوا بتريحوا الموظفين وبتدلعوهم، يعني عشان بس محدش يبقى ليه حجه ويشتغلوا بس. بالظبط، صح كده؟ طيب احنا كده قلنا اول حاجه التصميم. الحاجه الثانيه احنا قلنا المجتمع. بتعملوا ايه في المجتمع؟ بالنسبه للمجتمع، احنا عشان نعمل مجتمع جوه المبنى بنعمل حاجه اسمها باراجون هاب. باراجون هاب ده بيبقى الكومن ارياز اللي بيبقى موجوده في المشروع، وهي عباره عن 10% من المساحه الاجماليه للمشروع ككل. بنحط فيها الفاسيلتيز بتاعتنا زي غرف الاجتماعات، غرف المؤتمرات، اماكن العمل المشتركه. بنحط فيها ميتنج بودز، بيبقى فيها جيم، نيرسري، مكتبه. يعني انتوا كده كل مشروع من المشروعات بتاعتكم مخصصين فيه 10% من مساحته للمجتمع، بتحط فيها كل الفاسيلتيز دي. مظبوط، 10% او اكتر. اوكي. طيب الحاجه الثالثه احنا قلنا التكنولوجيا. ايه اللي بتعملوه زياده في التكنولوجيا؟ احنا بنحط في المشاريع بتاعتنا تكنولوجيا اسمها اي او تي او انترنت اوف ثينجز. التكنولوجيا دي ببساطه هي تكنولوجيا بتتيح للاجهزه الالكترونيه ان هي تتواصل مع بعض وياخدوا اكشنز بدون تدخل بشري. يعني وضح لنا الحته دي عشان الحته دي مهمه جدا. بيبقى في سنسورز كتير موجوده في المبنى. السنسورز دي بتاخد داتا من الناس اللي بتتحرك في المبنى في الكوريدورز وفي الكومن ارياز. بنبدا النهارده الداتا دي تروح لسيستم بيحلل الداتا دي، وعن طريقه المبنى نفسه يقدر ياخد اكشنز خاصه بالاضاءه، التكييفات، الفريش اير، ان احنا ندخل فريش اير داخل دوره التبريد. بنستخدم الداتا دي في المينتننس، في البروبرتي مانجمنت وهكذا. طيب النقطه الرابعه احنا قلنا الاستدامه. كل الناس بتقول استدامه، يعني بقى احنا النهارده في العاصمه الاداريه اي مشروع بروح له بيقول لي احنا بنوفر عوامل الاستدامه. ايه عوامل الاستدامه؟ بتوفروها ازاي؟ الاستدامه مفهوم كبير جدا وواسع نقدر نختزله في ان هو المعايير البيئيه اللي بنتخذها في مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانه. والمعايير دي من دورها ان هي تحافظ على البيئه وتحافظ على المبنى فترات كبيره جدا بدون ما يفقد قيمته. بفضل سيستم الاي او تي المباني بتاعتنا بتقدر توفر في الطاقه لحد 50%، وده بدوره كمان بيوفر في مصاريف التشغيل. وكلمه السر في الاستدامه دايما هي تقليل الانبعاثات الكربونيه. دي اهم نقطه اعتقد يعني. مظبوط. فبالتالي معظم المباني الاداريه النهارده ازاز، فالشمس بتدخل لكل المبنى فبتعلي الاحمال الحراريه بتاعه المبنى، فبالتالي بستخدم تكييفات اكتر، فبستخدم طاقه اكتر، فبحرق محروقات اكتر، فباثر على البيئه بشكل غير مباشر. فالنهارده المباني بتاعتنا بفضل سيستم الاي او تي هي بتستخدم 50% طاقه اقل من المباني العاديه. فده بيوفر في الطاقه اللي بدوره بيوفر في المحروقات، فبيقلل الانبعاثات الكربونيه. طيب يعني انتوا ايه الشركات اللي انتوا بتستهدفوها ان هي تكون عندها مقرات في المشاريع بتاعتكم؟ احنا بنستهدف كل انواع الشركات، من اول شركات الستارت اب لحد الشركات المالتي ناشونالز. الستارت اب دايما بيدوروا على الفاسيلتيز اللي موجوده في المبنى زي غرف الاجتماعات، غرف المؤتمرات، الريسبشن، الكيتشنات، لان هم دايما بياخدوا مساحات صغيره، فمش عايز يعمل المساحات دي جوه المكتب بتاعه عشان ما يهدرش مساحات. المالتي ناشونالز بيدوروا على المواصفات الفنيه العاليه. المشاريع بتاعتنا كلها فيها مواصفات فنيه عاليه، والمواصفات بتتمثل في عدد المداخل، عدد الاسانسيرات، ارتفاعات الاسقف، توزيع العمدان، المسافات ما بين العمدان، وكل ده هتلاقينا بنتفوق فيه في الثلاث مشاريع بتوعنا.
طب اللي انا فهمته كده ان انتوا بتوفروا بيئه عمل مريحه للموظفين، طبعا ده بيعود على زياده الانتاجيه، فبالتالي بيزود الطلب على المشروعات بتاعتكم من خلال اصحاب الشركات. يعني طبعا اي صاحب شركه هيبقى حريص ان هو ياخد مقر في مبنى عليه زياده طلب، علشان اول حاجه الموظفين بتاعه طبعا يبقوا مرتاحين فالانتاجيه بتاعته تزيد. لو انا كمستثمر هدور على مشروع فيه زياده في الطلب عليه علشان اقدر ان انا اجره بسعر عالي، صح كده؟ مظبوط. كلمني طيب على المشروعات الموجوده عندكم في العاصمه الاداريه، عندكم كام مشروع وهل انتوا بتوفروا فيهم كل العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ احنا عندنا 3 مشاريع في الحي المالي، كلهم فيهم نفس المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها. 3 مشاريع هم باراجون 1، باراجون 2، باراجون 3. الثلاثه فيهم مساحات اداريه تفوق ال 117,000 متر. باراجون 1 اللي احنا موجودين فيه النهارده هيبقى جاهز للتشغيل اخر السنه. طب المساحات المتوفره ايه طيب، ومتوسط الاسعار ايه؟ المساحات المتوفره هتبقى موجوده في باراجون 1 وباراجون 3، مساحات بتبدا من 80 متر، متوسط الاسعار بيبدا من اول 130,000 لحد 160,000 جنيه. البيمنت بلان هنقدر ندفع مقدم كام ونقسط على كام سنه؟ احنا عندنا اكتر من بيمنت، من اول الكاش لحد ال6 سنين. وبكده نكون عرفنا كل التفاصيل عن مشروعات شركة باراجون، وعرفنا كمان ايه المواصفات اللي بينفذوا بيها مشروعاتهم، وعرفنا كمان ليه حضرتك تشتري في مشروعات شركة باراجون وما تشتريش في اي مشروع تاني. لو حضراتكم عايزين تعرفوا اي تفاصيل اكتر عن مشروعات باراجون او اي مشروع موجود في العاصمة الإدارية، تقدروا تكلمونا على الرقم اللي ظاهر قدامنا على الشاشة، وهنكلم حضرتك نشرح لك كل التفاصيل ونساعدك في اختيار الوحدة المناسبة ليك.